السلام عليكم. ازيكم؟ الناس اللي بتقول مصر قافله معبر رفح، مصر قافله الحدود، ومصر متسببه في موت الفلسطينيين، ومصر مش عايزه تفتح الحدود، مصر متفقه مع اسرائيل، مصر خايفه من امريكا، مصر مش عايزه تدخل مساعدات. عايز اقول لهم ايه الحال لما الفلسطينيين يخرجوا من الحدود ويخشوا مصر؟ ايه الحال؟ انت كده خدمتهم؟ بالعكس، انت قضيت على القضيه، انت سلمت ارض الفلسطينيين لاسرائيل على طبق من فضه من غير تعب. الدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ان اسرائيل عرضت كتير جدا على مصر الكلام ده، وكانت بتقدم او بتقول هنقدم مساعدات، وامريكا تدخلت في الموضوع، وامريكا كانت بتغري مصر الكلام ده. والكلام ده على فكره موجود في صحف كبيره جدا، صحف امريكيه. ان عده مواقع اسرائيليه ومن ضمنها يدعوت احرنوت، وايضا موقع وايند الالكتروني تحدثوا عن ان اسرائيل تمارس ضغوطا على مصر من اجل استقبال سكان اهالي قطاع غزه في سيناء واقامه مخيمات لهم في داخل الاراضي المصريه. والمواقع الاسرائيليه تتحدث بان بنيامين نتنياهو تواصل مع عدد من القاده الاوروبيين وايضا مع الولايات المتحده الامريكيه من اجل الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من للقبول بالطلب والمقترح الاسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزه الى سيناء، وذلك مقابل حذف ديون مصر لدى البنك الدولي، لدى البنك المركزي الدولي. لكن حتى هذه اللحظه نعلم بان الموقف المصري واضح وهو يرفض تماما هذا المقترح. الكلام ده مش من دماغ، لا، الكلام ده حصل بالفعل، والاغراء كان لمصر كبير. ومع ذلك اللي انت مش فاهمه بقى عكس اللي انت بتقوله، ان مصر دلوقتي بتحمي الفلسطينيين، مصر بتحافظ على القضيه الفلسطينيه. كما واكدت ان مصر ترفض تصفيه القضيه الفلسطينيه بالادوات العسكريه او اي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرين من ارضهم او ان ياتي ذلك على حساب دول المنطقه. واكدت في هذا الصدد ان مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في ارضه ونضال الشعب الفلسطيني. مصر شايفه ان لو الفلسطينيين خرجوا من ارضهم الارض ضاعت، القضيه الفلسطينيه خلصت. بل بالعكس، ولو كلامك انت صح، ما كانوش الفلسطينيين انفسهم قالوا احنا مش هنسيب ارضنا، احنا مش عايزين نروح مصر ولا اي دوله ثانيه. واي نتنياهو وحكومته حكومه الحرب بتهدد باجتياح رفح، ونحن وين بدنا نروح؟ لكن لو قالوا لنا وحاول يضغط علينا الهجره الى مصر لن نذهب الى مصر، سنعود ادراجنا الى غزه ونموت في غزه او في اي مكان على ارض غزه، ولن نهاجر الى مصر او اي مكان اخر. خايفين وين نروح؟ خايفين من وين نروح؟ وين نروح؟ طب بدنا نلبس خشمه، انا بموت على بلدي، وين نروح؟ اذا كان محمد خير في بلد وين نروح؟ انا بدي اضلها مش طالعه منها، وايش ما بدي اسرائيل تعمل؟ انا طالعه قاعده في خيمتي، لا رايحه هنوع بدي اموت في خيمتي. ايش ما صار انا مش حقدم على الجنوب ولا انا حقدم على مصر، لانه مصر مش حتكون بديل وطني لنا، ولا احنا كمان بنقبل ان احنا يوم من الايام نطلع على مناطق سيناء. بل اذا صارت علينا حنرجع على بيوتنا مهما كلفنا الثمن، بموت حنموت في بيوتنا وحنضل في ارضنا. لو مصر فعلا كده بالنظره اللي انت شايفها، كان اول ناس اتكلموا ودانوا مصر هم الفلسطينيين انفسهم. شايفين ان مصر خسرت كتير. ايوه خسرت، ما حضرتك مش واخد بالك ان اكبر مصدر لبلدك وهو قناه السويس وقف بسبب مين؟ بسبب فلسطين. دي مصر اكتر دوله متضرره من حرب اسرائيل على غزه، ولذلك مصر ما اشتكتش. وامريكا دعت دول كتير عربيه ومنهم مصر ان هم يساعدوا في الضربه الامريكيه على الحوثيين، ومع ذلك مصر رفضت. ما كان من مصلحه مصر انها تشترك في الضربه على اليمن علشان الحوثيين يفتحوا البحر الاحمر فتقوم قناه السويس تشتغل. بل بالعكس، مصر رفضت الكلام ده، مع ان الكلام ده ضد مصلحتها. فما تقوليش بقى مصر اصل قافله الحدود ومصر مش عايزه الفلسطينيين يدخلوا. ان كان انت عندك خلاف مع اداره او خلاف مع حكومه، فلا، بص للحدث وفكر بالعقل. عندك قنبله موقوته في رفح الفلسطينيه، 1.5 مليون مواطن. 1.5 مليون مواطن دول لما يلاقوا اسرائيل بتضرب فيهم، هو ما فيش قدامه غير ايه؟ غير الحدود. ورا هيموت، ده ما يعدي الحدود. بس هو بين خيارين، اموت ولا ادخل مصر وكده يبقى قضيتي ضاعت، كده يبقى ارضي ضاعت. لا، هو فضل الموت. هو شايف ان مصر ما وقفتش ضد مصلحته. الفلسطينيين عارفين كويس ان مصر واقفه لمصلحتهم، بدليل ان اي تفاوض مع اسرائيل حماس بتطلب ان مصر هي اللي تتفاوض عنها. في قطر طبعا، مصر وقطر، ولكن دايما هي بتثق في مصر. بلاش نغمه مصر اصلها متفقه مع اسرائيل
مصر اصل هي عايزه تموت الفلسطينيين، مصر اصل هي قافله المعبر. معبر ايه اللي اتقفل؟ من اول يوم المعبر مفتوح، بدليل المؤتمرات الصحفيه بتاعت الناس اللي جايه من اخر العالم عملوها قدام معبر رفح. فنهدى يا جماعه كده، نفكر بالعقل. لا، مصر بتعمل لمصلحه فلسطين، مصر اكبر دوله وقفت مع فلسطين، مصر ما بتعملش حاجه ضد اخواتها الفلسطينيين، مصر بتعمل كل المصالح لاخواتها الفلسطينيين. اقرا الاحداث وانت تفهم كويس. هي دي الحكايه مع حلقتنا النهارده في ايه الحكايه. شكرا، سلام عليكم.